تعقيبا على كلام الريس النهاردة، هو ليه الشعب بس اللي لازم يتحمل يا ريس؟ يا ريس، حضرتك قلت انكم بتعملوا حساب للرأي العام، بس خليني أسأل حضرتك سؤال بسيط. ليه دايما اللي بيطلب منه التحمل هو الشعب؟ ليه المواطن الغلبان هو اللي دايما بيدفع الثمن؟ ليه الناس الغلابة هي اللي بتتخنق كل يوم من الغلا، بس المسؤولين ورجال الدولة والنظام ورجال الأعمال عايشين في دنيا تانية؟ ليه الشعب هو اللي لازم يشد الحزام، بس الحكومة والنظام ورجال الدولة لا؟ حضرتك قلت احنا بنجتهد بيكم، بس والله يا ريس الناس خلاص جهدت فعلا، الناس تعبت، الأسعار مولعة والعيشة بقت خنقة والعدالة بقت شبه معدومة. السادات اللي كان خارج من حرب اكتوبر، حرب الكرامة والعزة، الشعب قال له لا لما الأسعار زادت، وهو رجع في قراره لأنه كان حاسس بالناس. النهاردة الناس مش طالبة حاجة كبيرة يا ريس، عايزة حكومة تحس بيها ونظام يشاركها الوجع مش يزود عليها الوجع يا ريس. يا ريس البلد ما بتتبنيش بالكلام عن الصبر والتحمل بس، البلد بتتبني بالعدل والمساواة والرحمة، وده اللي الناس محتاجاه دلوقتي أكتر من أي حاجة تانية يا ريس.